ورجعنا لحضراتكم على طول، واحنا في صدد مبادره جميله جدا. مركز التكعيبه للتنميه الفنيه والثقافيه أسس كشركه مدنيه غير هادفه للربح عام 2009، والموضوع الحقيقه متشعب وكبير وفي حاجات جميله مبشره بشكل كبير جدا. الشباب عامل شغل حلو قوي. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال لقائنا بمهندس فادي رمزي رئيس تحرير مجله نصري. اهلا بحضرتك. واحمد حسن مدير مركز التكعيبه. اهلا بيك مهندس فادي. خليني بقى ابتدي معاك. ليه ابتديتوا تفكروا في المبادره اللي هي موضوع مصريون من اجل النيل؟ يعني البدايه طبعا ان في مشاكل النيل وفي الاعلام ده صار وموضوع الميه وكده، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل حاجه بس بطريقه مختلفه. يعني احنا قلنا ايه، مش هنخش في شعارات بقى نقطه ميه تساوي حياه والنيل ما جاش وطنطا ما جاش، هنعمل ايه يعني وكلام من ده. لا، احنا قلنا احنا بنعتز جدا بالعلم وبالخبراء بتوعنا، فلقينا خبراء عندهم استعداد انهم يخشوا معانا بعلمهم، ولقينا ان في مناهج علميه كتيره او ابحاث محطوطه تساعد ان احنا نعمل يعني خطه عمل علميه نخش بيها مثلا في مجال الزراعه اللي هو فيه هدر ميه كتير. ما اخشش بقى على المزارع بقى واقول له حرام عليك الميه وكلام من ده، لا هخش انت فدان مثلا بيطلع لك جنيه انا هخليه لك جنيه وربع. يعني الرساله بقى مش بس رساله مباشره، ده رساله واضحه وصريحه وفيها منفعه ليه. بس لازم احنا عشان نبقى واقعيين برضو، احنا يعني في ارقى مناطق القاهره عمارات بيتخانقوا على السلم بتسلم، فلما اجي في المزارع بقى اقول له ده انت زميلك ما بيوصلوش ميه وكلام من ده. يعني خلينا واقعيين. انا هقول له انت عايز تكسب بنفس طريقه الزراعه بتاعتك، بس انا هعدل لك شويه حاجات وهنقدر نحقق انتاجيه ليك زياده. نجحت الفكره دي نبتدي نخش تاني. بس هي يعني ده المنهج العام للمبادره. يعني المبادره ابتدت احنا دلوقتي في مرحله التحضير. زي ما بقول لحضرتك احنا بنشوف درسنا ابحاث كتير قوي اتحطت اوريدي بمعرفه وزاره الري ومعرفه مراكز دوليه وكده، وابتدينا بقى ايه نعمل منها خطوات نخش بقى المزارع. الخبراء بتوعنا اليوم اتصال برضه بالمزارع وازاي يكلموا معاه وكلام من ده، ان احنا برضه مش هنروح احنا مجموعه ناس ورايحين له على فكره مش عاجبني طريقه رايك مش عارف ايه. ايوه انا معاه الواجب يسلم عليا وشرق الدلتا اللي وحملات يعني كتير كبيره وفشلت في الاقناع. يعني ما هي بتبتدي بحماس وشعارات ولازم نعمل حاجه مش عارف ايه، وبعدين بعد كده بتبتدي تهبط الحمله. هي لازم، لان ما فيش خطوات علميه بتتعمل. طب انا هكلم الفلاح ازاي؟ انا اللي هكلمه. طب ده هيقول لي انت مين؟ فانا الخبراء بتوعنا دول ليهم اتصال بالجمعيات اللي هناك، ونقدر عن طريق المرشدين الزراعيين ان احنا نتكلم مع مزارع بلغته. صح. واقدر اقول له بقى مش كلام عام، بص الارض بتاعتك دي هتجيب لك كذا، ودي من انجح الاساليب. بالظبط. انت اديني بس فرصه ان انا اجرب في الارض بنفسي، وانت مش هتكلف اي حاجه زياده، وانا هقف معاك يا عم وكده وهنطلع عارف نظريه التارجت اودينس، او اللي هو نعرف مين التارجت بتاعنا او مين الهدف ونوجه له رساله بالطريقه اللي يفهمها. انديفيدوالي يعني رساله مباشره وانت ليك انا عايز مصلحتك وباسلوبه. يعني دي الميزه باسلوبه بالكود اللي هو هيفهمه. معانا دكاتره علم نفس، معانا ناس دارسين سيكولوجيه المزارع واشتغلوا معاه فعلا، فعشان كده احنا بنشتغل. هو الفكره في ابحاث كتيره بس عايزه مجهود من افراد ينفذوها، هي دي المشكله. التنفيذ يعني ما اقدرش ارمي الحكومه كل حاجه لازم انت تعملي. طب انا كفرد، ما مزارع ده فرد وانا فرد، احنا اثنين افراد، فممكن نساعد بعض عن طريق منهج معين. جميل جدا. وعايزه بقى ارجع لاحمد. الحقيقه انا عايزه اعرف منكم ايه نشاطات التكعيبه بالتحديد وكيفيه التفاعل معاها، وانتوا غير رابحين يعني تماما او غير يعني لا تسعوا للربح اطلاقا. هل في حد بقى بيساعدكم؟ في مؤسسات اهليه معاكم يعني؟ لا هي مركز التكعيبه لما تم تاسيسه كانت فكره لبعض الشباب. يعني الحمد لله من سنتين لحد دلوقتي اشتغلنا في عدد من المهرجانات زي مهرجان النشر الجميع، مهرجان استبدل كتابك ده اتعمل في 30 مكان ان الناس تحط كتاب وتاخد كتاب. عملنا ورش تصوير فوتوغرافي، عملنا مسرح، عملنا مهرجان ليله عرض ده كان بالتعاون مع 8 دول غير مصر. تم عرض افلامنا المصريه في فرنسا والهند وتم تبادل افلامهم هنا. عندنا يعني الفكره الاجتماعيه كمان، عندنا احتفالات عالميه ما حصلتش في مصر الا عن طريقنا بس، زي اليوم العالمي لوقف العنف ضد المراه، واليوم العالمي لوقف العنف في مضمونه نفسه، في ضد المرأة وفي مضمونه نفسه. فده كله بدأ من عند مركز التكعيبة اللي هو كان دايما بيتطلع لده. الشباب عندها الحماس واحنا مع بعضينا فبنبدأ نعمل بدون مساعدات، بمعنى ان احنا كشباب عندنا صندوق بنحط فيه فلوس ونيجي نقول ان احنا عندنا اخر الشهر عندنا مبلغ قد ايه، عندنا مبلغ قد كده، يبقى يلا نعمل الايفنت ده. وعندنا حاجات ثابته، يعني ما عندناش حاجات ثابته على طول زي الشهر ده ناس مستنيه على الفيسبوك او على الويب سايت التكعيبه هتقدم ايه جديد،
فطلعنا ورش التصوير فوتوغرافي الجديد، وكانت بدايتنا في ورشه الكوميكس هتبدا النهارده عندنا، والمبادره نفسها. عندكم ورشه كوميكس كمان؟ بالظبط، ده هتبدا النهارده ورشه الكوميكس في بيت الشاعر، والمبادره نفسها. المبادره مش التكعيبه بس. نتكلم اكتر عن المبادره اللي هي المبادره مش التكعيبه بس، المبادره هي مركز التكعيبه ومجله مصري وشركه ميديا ارت ومجله بس كده، ووفاء النيل ده في اسكندريه، وبس كده في طنطا. التفاعل ده كله تم عن طريق الانترنت، وبدانا ننفذ. فطلعنا المبادره يوم وفاء النيل. كان الاستاذ فادي بمجله مصري هو هيبقوا مختصين بالجانب الزراعي، وتبقى التكعيبه والافراد الاخرين مهتمين بالافراد نفسهم، توعيه الافراد. فبدانا نكلم دكاتره ازاي بتقدر تتكلم مع الطفل، لانه هو كان اول حد يقدر يستوعب فكره انه ازاي يحصل له ترشيد وتوعيه بالميه. وفعلا رحنا اول حدث مع الاطفال كان في مكان اسمه دار الترجمه، وقعدنا مع مجموعه من الاطفال، وتتوالى بقى الاطفال اللي موجودين مثلا في المجلس القومي لثقافه الطفل او الاماكن العامه اللي عندها اطفال عامه، مثل ازهر بارك. نخش ونقعد فيها ونقول يا جماعه تعالوا يا اطفال، تعالوا نعمل كذا كذا، كله بمنهج علمي. يعني هو جاوبني على سؤال كنت اساله الاستاذ فادي. يعني الاطفال ليهم طريقه، هي ساره انت اكتر يعني عارف خبره الاطفال ليهم طريقه عشان توصل لهم المعلومه. اكيد، والعلم كفايز هم بيوقفوا الكبار عن حاجات كتير غلط. هي ده اللي كنت هقول، ان هم احنا في جيل دلوقتي، يعني جيل ممكن يربي اهاليه. بالعكس، هو فعلا هم بيربونا. بص احنا بنجيب من الاخر في الفتره لا، بتاعتنا. وبتحرج منهم لما تلاقيهم عارفين حاجه وتقول انت ليه يا مامي بتعملي كذا؟ هي الوعي احنا لازم نسمع بذره في الاطفال او في الجيل اللي طالع، بلاش اهدار الميه. وبعدين انت مش هتدور بطريقه مباشره، احنا عن طريق العاب وحاجات. انا برضه اتكلمنا مع ناس عملوا الحملات دي وعندهم بامفلتس والعاب زي السلم التعبان كده، العاب مثلا انها بالونه جواها ميه يرموها مع بعض ما تقعش في الميه ما تتهدرش، يعني طريقه غير مباشره خالص. لان الطفل ما بيحبش المباشر، ما بيسمعش المدرس بتاعه، هيسمع انا. فهي يعني لا صح. انا بص، انا عاجبني صراحه جدا. بص هي احنا من الاخر، يعني انا حتى في مقالاتنا في مصر كل حاجه بنقول من الاخر كذا كذا كذا. فهي لازم نتعامل بواقعيه مع الواقع. يعني عايز اغيره اوكي، بس حين ويحيك ربنا، بس خلينا نتكلم كده. تمام. يعني اللي انا فهمته في خطط للمزارعين، وفي خطط للاطفال، وفي خطط للشباب. مفيش خطط للنساء بقى، بما ان هم اكتر ناس متعاملين مع الميه؟ بالنسبه للزراعه في للنساء المزارعات، بس هو بقى احمد. هو كانت الدكتوره اسماء يوسف، هي كانت اول دكتوره سيده يعني. انا افتكر ان زمان كان في حمله يا ست ثانيه اقفلي الحنفيه، حاجه زي احنا قابلينا، يعني هم حكوا لنا على الموضوع ده، فلسه بقى فيه وما جابتش نتيجه. يعني عندنا هقول لك حاجه، جيب نتيجه مؤقته. هقول لك ليه. هي برضه دي معلومه عرفناها. احنا دلوقتي مثلا بنقول الميه بتهدر، 85% من الميه بتاعت مصر بتروح للزراعه، صح، والباقي قليل قوي المنزلي. فانا لما اقعد اركز على المنزلي مهما قفلت الحنفيات مش هتفرق. انت عايز ال 75%. انا 15%، فانا 85% تم التركيز على، ودي واقعيه برضه. فبس فهي وبعدين هم بيهدروا فين؟ هي الفكره في الدلتا وبني سويف والفيوم، اللي هي الارض الزراعات القديمه اللي لازم يرووا بالغمر. للاسف في معلومات مغلوطه، بس يقول لك لازم اساليب ري حديثه ما تنفعش في الدلتا وبني سويف والفيوم. ده اللي مع الخبراء اتكلمنا فيه، ما تنفعش لان الارض لاسباب فنيه يعني مش هنخش فيها، بس ما تنفعش. فانا بالظبط هشتغل معاه بنفس طريقته. هتشتغل معاه بنفس طريقته، بس هتعدلها للاسف. حاجه ان هو بيزرع بالطريقه دي من جدوده ايام ما كانوا لوحدهم. لا، ودول عشان كده عايزين نغير بقى الفكره. فانت هتغيرها بالمفهوم المادي مش بالمفهوم التعاون، لانه هيقول لي طب ما انا جدي كان بيزرع كده. لا، وانت عشان تغير موروث ثقافي في البلاد دي فانا ايه، فلازم اقول له انت شغال انت تمام صح، وانا مش بضحك عليه. ما انت ما هو بيطلع زراعه، هو الراجل مش بيطلع، بس تاثيراتها بقى علميا على ان الارض تبوظ بعد كده، بس هو مش بيبص ل 10 سنين قدام. انا عايز مكسبي دلوقتي. طيب تعالى زي خلاص، يبقى انت ترجع له عن طريق مكسبه حالا، وده الافيد. زي مثلا موضوع زراعه الرز اللي ممنوع وكل الاعلام حرام عليكم وخرقوا الارض ميه. بس في اسباب، في مناطق بيقولوا اشمعنى المناطق دي، برضه في اسباب علميه. المناطق دي لازم، اللي هي الشمال الدلتا، لازم يتزرع فيها رز عشان المياه الجوفيه من زراعه الرز دي ميه البحر ما تبقاش تملح المياه الجوفيه. يعني في اسباب علميه. فالاسباب العلميه دي لما بتتشرح اجي للمزارع، طيب عايز تزرع رز في مناطق دي يعني. لا، ده احنا مستنيينكم تحكوا لنا حاجات كتير بقى، طالما الاسلوب بتاعكم علم. يعني في حرق قش الرز، وفي مشكله السجاير عندنا، يعني تدخين. احنا الحمله سميناها مصريين من اجل النيل، وفي خطتنا المستقبليه ان النيل يتشال يتحط من اجل قش الرز، النيل يتشال يتحط من اجل التدخين. يعني مصريين من اجل بقى من حد ايه، كل واحد هيقدر يحط من اجل بعديها اللي مضايقه. دي جميله.